يعني لولا ان في مشقه كان زمان كل الناس دخلت الجنه. ما هو يعني انما هو في الاخر الجود يفقر والاقدام قتال. عشان كده مش كل الناس سادت. بس فكره ان ارنا الحق حقا وارزقنا دي فكره خطيره ما ينفعش تعدي كده. أظن كان آخر 10 أيام في شهر 8 الموضوع كله بدأ. أنا كنت بخطط إن أكلمهم في زيادة في المرتب. اتصدمت في الخبر اللي قالوه. أظن كان قرار غير مدروس خالص إنهم يقرروا يتخلوا أو يعملوا لي أوف أو يسرحوا التكنيكال تيم كله، من أول السي تي أو لحد آخر واحد شغال في التيم. كنا تقريبا أظن 6. كنا 6 في التيم. كان قرار صادم، بس الشركة وقتها كانت بتمر بأزمة في الفلوس، في الماليات. ما كانوش بيقدروا يدفعوا المرتبات لبعض الناس، فكانت المرتبات بتتأخر. فقرروا ان هم يتخلوا عن التكنيكال تيم كله، رغم كان تبريرهم للقرار ده انا شايفه سبب ساذج شوية مش مدروس. ان بيقولوا احنا مش تكنيكال كومباني، رغم ان البرودكت بتاعهم هو تكنيكال، هو كان موبايل اب. فهم كانوا شايفين اللي هم وصلوا لمرحلة للموبايل ستيبل، مفيش مشاكل بتحصل فيه، رغم ان كان في مشاكل بتحصل فيه. فقرروا ان هم يتخلوا عن التكنيكال تيم. بس الشركة هي قالت لنا الخبر، قالت لنا هيكون لحد شهر 10. لحد شهر 10 كان في حوار كده مستنيينه يحصل. إن حصل هيتخلوا عن التيم كله، لو ما حصلش كانوا ممكن يقولوا هنخليكوا لحد آخر السنة، على أمل إن الأحوال تتحسن. بس أنا خدت الخبر من هنا كان صادم طبعا. الواحد ما كانش مخطط لحاجة شبه كده خالص، فأنا ما كنتش متخيل حاجة شبه كده في الوقت ده. ف وانا ما حبش بالي يكون مشغول بحاجتين مع بعض. مش هقدر ادي للمكان ده واشتغل زي ما كنت شغال في الاول، وانا عارف اللي هيجي يوم ويقولوا لي امشي، يعني اللي هو بغير ارادتي، او احنا مش متفقين، او يكون مفيش اتفاق ما بيننا على ان انا امشي. فانا اول ما خدت الخبر من هنا كلمتهم، قلت لهم خلاص انا مش هقدر اكمل. وكان في شهر اللي هو النوتس بيريود، ده بيكون شهر او مدة متفقين عليها لما حد في التيم بيكون عايز يمشي، بيكون مكتوبة في العقد. يعني ما تقدرش تمشي غير في خلال الشهر ده. يعني انت تقول لهم انا قررت امشي، يقولوا لك خلاص هتمشي بعد شهر. يعني زي المدة كده بيكونوا لو هيعملوا هاير لحد او يوظفوا حد وانت تعمل له هاند اوفر. فانا استأذنتهم في الشهر ده بما ان هم عايزين يمشوا اصلا الناس، فوافقوا، ما كانش عندهم مشكلة ان انا امشي قبل الشهر ده. فانا خلاص مشيت، ما كملتش لحد اخر 9. انا دلوقتي بقيت من غير اي وظيفة من اول اظن كان يوم 20، يوم 21 حاجة شبه كده، لحد اخر 9 انا من غير اي وظيفة. الدافع ورا القرار ده ان اسيب المكان وانا ما فيش اي حاجة في ايديا. زي ما قلت لكم ما بحبش اكون مشغول بحاجتين، اللي هو انا مش هقدر اشتغل في المكان ده زي الاول، زائد انا مهتم في حتة تانية، عايز اذاكر لاي انترفيو، عايز ادور اصلا على شركة مناسبة ليا. او زي ما عارفين البحث عن وظيفة او عن بوزيشن جديد مش سهل خالص، لكن الحمد لله. زي ما قلت في الفيديو اللي فات بتاع الوظيفة، ممكن ترجعوا تتفرجوا عليه. عندي سي في حلو، عندي جيت هاب بروفايل تمام، لينكد ان بروفايل برضو تمام. فبدأت اخد بالاسباب وابدأ ابحث. الحمد لله شهر 9 جه وانا في وظيفة جديدة وفي شركة جديدة. الحركة اللي انا عملتها عشان اقدر اجيب وظيفة انا قلتها في الفيديو اللي فات، يا ريت تروحوا تسمعوه. كانت اخر حاجة في الفيديو، كانت اخر نصيحة في الفيديو، اللي هو اكلم الريكروترز او اكلم ناس شغالة في شركة معينة وانا عايز اشتغل فيها. فالشركة اللي انا فيها حاليا كلمت حد شغال فيها، فهو شاف السي في بتاعي وشاف اللينكد ان بروفايل. الموضوع عجبه، الكلام عجبه. هو كان بيبحث عن حد فرونت اند برضو، فكان مشجع ليه اللي هو يظبط معايا انترفيو. والحمد لله دخلنا الانترفيو والموضوع مشي زي الفل. واول اسبوع في شهر 9 او سبتمبر كنت شغال في الشركة دي. فالحمد لله كله من فضل ربنا طبعا في الاول وفي الاخر.
فأنا الحمد لله أخدت بالأسباب، وكان قراري إن أسيب الشركة قبل الميعاد اللي كنا متفقين عليه إن أنا أمشي أو يحصل لي أوف فيه. الحمد لله كان قرار في محله، لأني في الوقت ده قدرت أوفر وقت إن أنا أبحث عن شغل وأقدم على انترفيوز واللي يجيلي الفرصة ديت وبشتغل فيها بأسرع وقت. فالمهم إن الإنسان ياخد بالأسباب ويجتهد ويعمل اللي عليه، وفي الآخر كله رزق. وإن شاء الله ربنا هيرزق كل واحد من فضله يعني. فتوكل على الله واعمل اللي عليك، وإن شاء الله الرزق جاي والخير جاي. تجربة إن الواحد يحصل له لي أوف أو يترفد من الشركة هو تعتبر رفض أو تسريح، بس مش بالمعنى الوحش. أنا أظن اللي أوف ده كان أول مرة نسمع عنه وقت ما إيلون ماسك اشترى تويتر وعمل لي أوف الآلاف الناس. فده كان أول مرة نسمع عن اللي أوف، وإن في شركة ممكن تسرح الناس يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم من غير شركة من غير شغل. كان وقت صعب على الناس ديت. الخلاصة إن الوظيفة غير آمنة خالص بصراحة في الزمن ده. أيا كانت الوظيفة اللي أنت شغال فيها هي غير آمنة. فالشخص يحاول يسعى عن مصدر دخل تاني، وإنه يستعد للحظة شبه كده، لحظة غير متوقعة وممكن تيجي في أي وقت. فحاول إنك تكون مستعد ليها علشان لما تحصل ما تحبطش ولا تقف في مكانك، تكمل وخلي عندك يقين إن كله رزق إن شاء الله. يعني ربنا هيرزقك بمكان أحسن. وانا ده حصل معايا الحمد لله. انا شغال في شركة احسن من اللي كنت شغال فيها دلوقتي، ومع تيم احسن برضو. يعني التيم اللي كنت شغال معاه برضو كانت ناس محترمة وفيهم خبرات حلوة. لكن الخطوة اللي جت بعديها كانت احسن ليا، وستيب جديدة ورحلة جديدة وخبرة جديدة. فالحمد لله.